الناس دايما بيتحفظ في ذاكرتها شكل الحاجة على هيئة مائلة بزاوية حوالي 40 درجة. لو جيت قلت لك تخيل معايا مثلا فنجان قهوة أو حتى عربية، غالبا إن الصورة اللي هتيجي في دماغك متصورة بالزاوية دي كده. سنة 1981 سافر العالم ستيفن بالمر حوالين العالم وطلب من الناس يرسموا فنجان قهوة، ودي كانت الرسومات اللي الناس رسموها. كان من المثير للاهتمام ان اغلب الناس رسموها بالزاوية دي، واللي اتسمت بعدين بالمنظور القانوني. وعدد قليل جدا من الناس رسموا الفنجان بشكل مباشر سواء من فوق او من الجنب يمين او شمال. هل هتفهم ايه ده لو كنت بتبص من فوق كده؟ اكيد لا. ممكن تجادلني ان ده المنظور اللي انت بتشوف دايما منه الحاجه، ولكن البحث ده اتعمل على اكتر من صوره لحاجه مختلفه، وكانت دايما النتيجه واحده، وهي ان الناس بتتعرف على الحاجه من المنظور المائل ده، او اللي قلنا اسمه المنظور القانوني. طلب الباحث من الناس ان هم يتعرفوا على شكل حيوانات زي القطط والكلاب بس بصوره صغيره جدا، وكان دايما اسهل على الناس ان هم يتعرفوا عليهم لما بتكون الصوره معروضه من المنظور القانوني ده. على الرغم ان احنا غالبا مش بنشوف الحيوانات دي من فوق وبس، احنا كمان بنشوفها من مستويات عالية جدا، من ادوار عالية يعني، الا لو انت كنت بتزحف على الارض كتير. من الواضح ان دي صفة سائدة عندنا كبشر وفطرية ان احنا نتعرف على الحاجة من المنظور القانوني ده، وعلشان كده الناس بتحفظ الصور والرسومات اللي بتكون مرسومة او متصورة بالمنظور ده بشكل اسرع كتير جدا. لو بتعمل تصميم او رسمة حاول دايما تظهره من المنظور ده، هيكون اسهل واحسن بالنسبة للمشاهد ان هو يحفظه لو هو متصور او متصمم بالمنظور ده. اشترك في القناة وكمل السلسلة. انا عبد الرحمن اسماعيل من فريق سسبنس للتسويق.